عارف اكتر تسريب في الشركات بيحصل منين؟ من خطوات بسيطه محدش قفلها، والنتيجه بقى طلب بيضيع، عميل بيتاخر، وفلوس بتتاجل علينا. تعال نتكلم بشكل عام. واحد قدم طلب شراء، الطلب عدى على 3 موظفين، وكل واحد فيهم فاكر ان التاني خلص، والنتيجه بقى ان المورد ما اتفعلش والعميل استنى يجي اسبوع. والحل مش سحر. بعد ما رسمنا سيبوك الحلقه اللي فاتت لقينا الخطوات بتتصرف ازاي، والحل نعمل اس او بي بعدد خطوات واضح، واس ال اي يربط الزمن والجوده مع بعض. طب ناخدهم واحده واحده. ايه هو الاس او بي؟ ستاندرد اوبريتنج بروسيدور، خطوات تشغيل قياسيه. عباره عن ايه؟ وثيقه صغيره بتقول مين بيعمل ايه وازاي وبياخد وقت فيها قد ايه. مش محتاج 20 صفحه يا سيدي، ورقه ولا 2 بالكتير لكل عمليه. خطوات بسيطه، اكتب اسم العمليه والهدف منها، عدد الخطوات ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3 زي ما تكون، ونحدد مين مسؤول، الاونر لكل عمليه فيهم، وحط تشيك بوينتس اللي هي نقطه المراجعه بتاعتها. نخش في اللي بعدها، الاس ال اي، سيرفيس ليجل اجريمنت، اتفاق مستوى الخدمه هيبقى ماشي ازاي، يعني تحديد زمن وجوده متفق عليهم. يعني مثلا الرد الاولاني خلال 12 ساعه، موافقه الشراء خلال 24 ساعه، توصيل المنتج بقى خلال 3 ايام. والاس ال اي بيحول الوعود لالتزامات، ولو اتاخرنا يظهر في الداشبورد ويتصلح بسرعه. البروسيس ماب اللي احنا اشتغلنا عليها الحلقه اللي فاتت بيوريك الخريطه على بعضها. الاس او بي بيدي وضوح للخطوات، والاس ال اي بيضمن ان الزمن والجوده متقفله، والاثنين دول مع بعض بيقفلوا الخريطه ويخلوها قابله للتنفيذ. راح فين؟ تعالى جه دورك بقى. خد السيبوك اللي انت عملته الحلقه اللي فاتت وحوله الاس او بي من 5 خطوات، وضيف اس ال اي واحد زمن، وجربه واكتب في الكومنت على اول اس او بي عملته. وما تنساش اللايك والفولو والشير لعلنا نستفيد. سلام.